وهكذا من أعظم المنكرات في بلادنا الرافضة والخوارج. من أعظم المنكرات في بلادنا الرافضة والخوارج، فلا بد من إزالة هذا المنكر باليد لمن قدر على ذلك. وهذا دور الجيوش ودور الحكام في محو هاتين الفرقتين وإزالتهما من على وجه الأرض. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتهم، يعني الخوارج، لأقتلنهم قتل عاد، أي أستأصلهم فلا أبقي منهم أحدا. هكذا يكون محو الروافض والخوارج بالفعل. وهكذا إن لم نستطع فباللسان نبين عوارهم ونحذر منهم ونكشف سترهم ونهتك عوارهم ونبين ذلك للناس. لا نسكت على الرافضة ولا على الخوارج ما دمنا نستطيع أن نغير بألسنتنا وأن نحذر بأقلامنا من هاتين الفرقتين، من هذين المنكرين العظيمين. فإن لم نستطع باللسان فبالقلب تتوجع، تتألم لوجود الخوارج ولوجود الروافض. يمتلئ قلبك حسرة وحرقة على وجود هاتين الفرقتين. سبحان الله، عندما فجرت نقطة أمنية في أبين بعض الناس قال يستحقون، أي هؤلاء الجنود يستحقون ما جرى لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الجنود الذين قتلوا على أيدي كلاب النار يقال لهم مثل هذا القول، وكأن هذا القائل راض عن فعل الخوارج. أف لك، أف لك، أترضى عن فعل هؤلاء الخوارج؟ فإن الراضي كالفاعل، كلاهما عاص. هذا بفعله وهذا برضاه. فالواجب أن ننكر ولو بقلوبنا مثل هذه المنكرات العظيمة. ولهذا كما قلنا يلزم من الإنكار بالقلب المفارقة لأماكن المنكر، المفارقة لأماكن الروافض، والمفارقة لأماكن الخوارج إن كنت فعلا تتألم وتتوجع من وجودهم